هاي بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عامله لكم فيديو تحفه هقول لكم فيه خلاصه تجربتي اللي استمرت 6 شهور. اجرب روتين تفتيح وترطيب وتعطير للاندر ارم، تديل مزيلات العرق اللي بقت غاليه جدا وكلها الومنيوم كحول بتسد المسام. قبل ما نبدا الفيديو هاتوا حاجه تشربوها، وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا الفيديوز الجديده اللي بنزلها. ويلا نشوف الفيديو. مزيلات العرق فيها ألمونيوم، فيها كحول، بتسد المسام وبتسبب اسمرار. فايدتها مش قد ضررها. فبالتالي الفيديو ده هوريكي روتين يغنيكي عن مزيلات العرق لو انت ما عندكيش فرط تعرق. مش بس كده، الروتين ده هيفتح الاندر ارم مع الاستمرار، وكمان هيخليه طول الوقت مترطب وريحته حلوه. بصوا، مبدئيا هي دي الحاجات اللي هنستخدمها في الفيديو النهارده، ولكن احنا هنقسم الفيديو لثلاثه. اول حاجه الروتين الثلاث خطوات بس، ده اي حد ممكن يستخدمه، اي حد ممكن يجيب الحاجات دي من الصيدليه ويبدا يستخدمها. تاني حاجه هنعلى شويه بالليفل علشان نخلي فيه نتيجه سريعه ونتيجه كمان احلى بكتير. تالت حاجه دي بقى حاجه هتكون اكسترا للناس اللي هي بتحب تدلع نفسها مش اكتر، فالموضوع هيبقى متقسم على ثلاثه. لو انت عايزه الخلاصه هتتفرجي على اول جزء بس في الفيديو، ولو انت عايزه حاجه ادفانسد شويه او حاجه اعلى شويه هتتفرجي على النص التاني، ولو انت عايزه تتفرجي على الحاجه اللي فيها دلع هتكملي للاخر. واهم حاجه في روتين الاندر ارم، احنا عايزين حاجه ترطب، حاجه تفتح، وحاجه تعطر. تمام، هو ده الروتين للناس اللي مش عايزه تكمل باقي الفيديو. زيت العرق سوس علشان يفتح المنطقه مع الوقت ومع الاستخدام. معظم كريمات التفتيح بتكون بتحتوي على مستخلص العرق سوس. تاني حاجه مرطب يكون بيرطب البشره، كمان ده بيستخدموه للحفاضات للبيبيز، فحاجه امنه جدا جدا على الاندر ارم بتاعنا. تالت حاجه مسك الطهاره، ده تحفه جدا، مفهوش كحول، مفهوش اي حاجه ممكن تحسس المنطقه او تهيجها، وفي نفس الوقت بيفضل ثابت معاكي طول اليوم. ده عرق سوس جبته من حراز او اي براند، ممكن تجيب من عطار موثوق. زنك اوليف او زنكو ديرم، الاثنين تحفه، بس زنك اوليف ده تقيل شويه، فانا حبيت زنكو ديرم اكتر. اما مسك الطهاره متاح منه روايح كتير قوي، لو انتوا مثلا مش عاجبكم السنت دي بالرمان. عايزه اقول لكم حاجه على ده، بجد ده رخيص جدا، يعني جبته ب 35، موجود في اماكن تانية ب 30 وب 40 جنيه. ده بيفضل معاكي كتير قوي. حرفيا الازازه دي بقالها معايا 3 شهور. في منه باللافندر، في منه بالتوت، في منه كمان مسك ابيض عادي. ممكن كمان لو مش لاقيين ده تجيبه من عند اي حد بتاع برفيوم، تقولوا له عايزين مسك رمان. الازازه دي كنت جايباها ب 50 جنيه، بس هو ضحك عليا، يعني هي ارخص. اختي قالت لي ان هي جايباها ارخص. هو عباره عن رول كده بتحطوه في اماكن النبض، هيقعد معاكم شهور. يعني الروتين ده في العموم هتستخدموه مرتين بس في اليوم. دلوقتي هنخش على روتين الادفانسد شويه. بصوا، الروتين ده انا هشرحه لكم بالتفصيل انتوا هتعملوا ايه تحديدا. اول حاجه هنستخدم غسول فيه ساليسيليك اسيد. الغسول ده بحبه جدا، بستخدمه لبشرتي وبستخدمه كمان لجسمي، سواء للبكيني او للاندر. هو عشان فيه ساليسيليك اسيد، فالساليسيليك اسيد بيقشر شويه الجلد تقشير خفيف جدا، مش بيعمل اي احمرار ولا التهاب ولا اي حاجه خالص. تاني حاجه بحط جل، سواء جل صبار او جل حلاقه او فوم حلاقه، المتوفر عندكم استخدموه. ما عندكوش، اخر حاجه تلجأوا لها ان انتوا تستخدموا بلسم بتاع الشعر. تمام، بعد كده بتستخدموا الشيفنج طبعا مع اتجاه الشعر، وبعد كده مره واحده عكس اتجاه الشعر. بعد كده لما بتطلعي من الشاور، لو انت عامله شيفنج بتبداي تحطي فيوسيدين. كان في دكتور قايلالي عليه علشان الالتهابات، لو بيطلع لك حبوب او التهابات بعد ما تعملي شيفنج، حطي منه نقطه صغيره جدا، لكن ما تزوديش عن 3 مرات في الاسبوع، وبعد كده وقفيه على الاقل اسبوع مثلا. تمام، علشان جسمك ما يتعودش عليه. عايزه اقول لكم ان ده حرفيا هو ده السحر اللي خلاني اعرق ميه بس ما اعرقش ريحه عرق سيئه. ولما بحثت في الموضوع ده لقيت ان فيوسيدين مضاد للفطريات او مضاد للبكتيريا في العموم. اساسا احنا بنعرق ميه عادي، واللي بيحصل ان الميه دي لما بتطلع على سطح الجلد، سطح جلدنا من بره، البكتيريا بتختلط بيها فبتعمل ريحه عرق وحشه. فده كان بيشيل البكتيريا اللي هي بتسبب ريحه العرق الوحش. طبعا زي ما قلت لكم ما ينفعش تستخدموه اكتر من 3 مرات في الاسبوع، وتوقفوه اسبوع، وبعد كده ترجعوا تستخدموه الاسبوع اللي وراه، وهكذا. بعد ما نظفت المنطقه وبعد ما حطيت مضاد حيوي منعت ريحة العرق الوحشة، بحتاج بقى ان انا ارطب وافتح واعطر المنطقة. باخد ده اللي حاليا بستخدمه، باخد حرفيا نقطة من زنكو ديل. الاندر ارم اصلا مش محتاج ان انت تستخدمي كمية من المنتجات علشان تلاقي الكمية دي حلوة جدا، لان انت هتستخدمي الروتين ده الصبح وبالليل، تغسليه وتحطي روتين على بشرة نظيفة، فما تحطيش حاجة فوق حاجة علشان ما تسديش المسام. تاني حاجة زيت عرق سوس، هاخد منه نفس النقطة. بصوا، نقطة
كلها زيوت طبيعية مش هتضركم، اللي بيضر من وجهة نظري الفرط في استخدام الحاجات الكيماوية أو الحاجات المصنعة أو المنتجات التجميلية، والمشكلة إن إحنا بنستخدم مزيل العرق يوميًا أو أكتر من مرتين كمان. أنا كنت حرفيًا باغرق نفسي مزيل عرق عشان كنت فاكرة إن أنا من غير مزيل عرق أنا كده مش نضيفة. النقطة دي أنا بادهنها كده وبابدأ إن أنا أدلك الunder arm بتاعي الناحيتين، تمام، حرفيًا بيتشرب في ثانية ومش بتحسوا فيه تلزيق ولا دهننة في المكان ده، حرفيًا هتدعوا لي. وبعد كده باعطّر بنقطة صغيرة جدًا من مسك الطهارة. ده كده كان الروتين يعني يعتبر فيه شوية شغل، بانبسط أوي لمّا باعمله، حتى باحس إن في فرق ملحوظ جدًا في الunder arm بتاعي، ما فيش اسمرار، ما فيش ريحة عرق سيئة، ما فيش حتى اللون الأصفر اللي بيعمله مزيل العرق في الهدوم. أنتِ بعد الروتين ده هتبقي فُلّة، وطبعًا ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت اللي جرّبوا استفاد والّا لأ. آخر حاجة هاقول لكم عليها فوق الروتين ده كلّه، استخدموا يا جماعة حاجات زي الأعشاب دي بتخلّي ريحة الجسم كلّه حلوة. ده عبارة عن شاي بالتوت، باستخدمه مثلًا مرّة في اليوم، بيخلّي ريحة نَفَسِك حلوة وريحة جسمِك حلوة. طبعًا مش لازم إن أنتم تستخدموا ده تحديدًا، في براندات تانية عاملة حاجات أرخص بكتير. في النهاية أحب أقول لِك إن النضافة في العموم ما بتختصش على بنوتة أو متزوجة، أنتِ سِت نضيفة هتفضلي طول عمرِك نضيفة. أنا حرفيًا أكتر حاجة بتضايقني إن تكون في بنت قرّبت تتجوز وعمّالة تدوّر على روتين تفتيح البيكيني، روتين تفتيح الunder arm، الكوع، روتين تفتيح الركب. الحاجات دي يا جماعة أنتم تقدروا تعملوها بحاجات بسيطة كل يوم زي ما قُلت لكم ب3 خطوات بس. الروتين ده كمان ينفع للبيكيني، ولكن أنا هاعمل لكم فيديو مفصّل أكتر عن البيكيني تفتيح والتعطير برضه. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وكمان تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك للفيديو، تكتبوا لي في الكومنتس تحت تجربتكم لو جربتوا أو لو عندكم روتين خاص بيكم. وthank you for watching. bye.